ليكي وحشة. اللهم صل على النبي. ايه اللي جابك؟ خير؟ انا هجيلك سكة ودغري. انت جايز ما تعرفنيش كويس لحد دلوقتي، بس انا ما بكرهش في حياتي قد اللف والدوران. مين اللي قالك على مكاني؟ طنط وصيفة مش كده؟ ايوه ايوه يا حبيبتي، طنطك وصيفة الحاجة. هعرف منين يعني انت فين؟ وعايزة ايه؟ انا جايه اقول لك ان الطلاق مش اخر الدنيا، والرجاله اهي على قفا من يشيل. بس مشكلتك الوحيده معايا يا عايده انك سبتي كل الرجاله واخترتي جوزي. عايزة ايه يا دلال؟ يا عايده مش هنضحك على بعض. انا سامعاكي بودني الاتنين دول وانت بتتكلمي مع حد على التليفون عشان تاخدي فلوس من جعفر. تمام يا ستي، مش مشكله. كل ست من حقها تأمن نفسها. واديني خدت الفلوس وخسرت ابني. تقرا افكاري. انا وانت يا حبيبتي شربنا من نفس الكاس ومرينا بنفس الظروف، بس ورحمه ابوكي بلاش نبدا مشغلين الاسطوانه دي، الودن مش مستحمله. انا عارفه انها لحظه قسوه كبيره قوي من جعفر انه يعمل حاجه زي دي، بس والله العظيم دي مش شخصيته خالص، محدش عارفه قدي. هو جعفر اللي عمل كده. الله، هو انت ما تعرفيش؟ لا عارفة. المهم انت عرفتي منين؟ هو اللي قال لي، وقال لي كمان حاجه غريبه، عشان كده جيت لك النهارده. قالك ايه؟ قال لي ان ناويلك على نيه سودة عشان الفلوس اللي انت قلبتيها منه. هيلبسك قضيه، يحبسك ويرجع فلوسه. بصي يا عايده، زي ما قلت لك في الاول انا هجيلك سكه ودغري. انا مش جايه اقول لك الكلمتين دول عشان خاطر سواد عيونك ولا فارق لي اصلا يحصل فيكي. انت عارفه ان انا اصلا ما بطيقكيش، تمام؟ انا جايه هنا عشان خايفه على جوزي، خايفه يحصل له مصيبه من تحت راسك. امشي يا عايده، خدي القرشين وهربي بره مصر، روحي اي حته بعيده. وجودك هنا في خطر عليكي وخطر على جوزي، وانا بصراحه مش هستحمل يحصل له اي حاجه من تحت راسك. انا كده جبت الناهيه وعداني العيب. شكرا يا دلال. على ايه يا حبيبتي؟ ما انا قلت لك مش عشان سواد عيونك يكش تولعي. انا بعمل كده عشان حياتي ما تبص. سلام. يا يارا انا لازم اهرب من هنا بسرعه. اهدي بس، مش كده اكيد مراتي دي بتضحك عليك يعني. لا طبعا، هتضحك عليا ليه؟ انت اصلك مش عارفه حاجه، ده قتل اخوها قبل كده. قتل اخوها قبل كده؟ يا نهار اسود. طب انتي مصدقاها قوي كده ليه؟ هتكذب عليا ليه؟ انا خلاص اتطلقت من جعفر وسبت لهم الدنيا باللي فيها. ايه مصلحتها انها تعمل كده؟ طب هتسافري فين طيب؟ هسافر دبي وبعدين ابقى اقرر من هناك اروح فين. اعملي اللي يريحك، بس تفتكري لو سافرتي هو مش هيعرف يطولك؟ انت محتاجه تحلي مشكلتك قبل ما تسافري، عشان على الاقل لو هتسافري ما تقعديش هناك خايفه كده. كل حاجه في ايه يا بنتي يا مقيحه؟ شفت حاجة غريبة حصلت مش مريحاني. شفتي ايه؟ شفت البت دلال وهي خارجة من بيت فتح الله وعمالة تتلفت حواليها يمين وشمال زي ما تكون عاملة. واحنا هنفضل كده لحد امتى يا سرايا؟ كده اللي هو ازاي يعني؟ يعني شاغلين بالنا بدلال وعيلة فتح الله ومشاكل مش عارفة مين مع مين.
واحنا فين من ده كله؟ فين حياتنا؟ انت عارفه يا سرية، انا النهارده السنه التامنه ليا مع جعفر. في ايه يا بت مالك؟ في انه اتسرق مني 8 سنين، 8 سنين من عمري. بجري في سباق ملوش اخر، لا عرفت اجيب عيل ولا اعمل بيت. دايما شاغله بالي باللي حواليا ومشاكلهم وناسيه نفسي. انا تعبت يا سرية، تعبت. طب بس والنبي بس. في ايه بس في البيت ده؟ حصل ايه بس؟ قلت له امسك في الست نجوى عشان نتغدى مع بعض. افتكر ان انا متحفظ عليكي، ما تزعليش. حقك عليا يا ست نجوى، منوره السيده زينب كلها. خير يا ست الكل، اموري. انا عارفه مكان ابنك. ابننا؟ ايوه. انا هقول لك على الحكايه كلها من اولها. اصل بلال شامه كان معاشم اختي فاطمه بالجواز زمان. فاطمه ام سيف؟ ايوه. بعدين دخل عليها بعيل وقال لها خليه عندك. بعد كده عرفت ان هو عايز يخلص من الواد، فكدبت عليه وقالت له ان الواد مات وخدته ربته زي ابنها. ده عيل تاني غير سيف؟ لا، هو سيف. سيف ابني؟ ايوه. انت متاكده من الكلام ده ولا عايزه توجعي قلوبنا؟ لا، متأكدة. قلت له ولا لسه؟